السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو معاك مليون و300 الف وبتدور على عربيه كروس اوفر في السوق المصري، في الفيديو ده انا هعدي على معظم العربيات اللي موجوده في الفئه السعريه دي، وهتكلم عن السيفتي مارجن اللي موجود في كل عربيه فيهم. زي ما عملت في الفيديو اللي فات، هنقارن اقصى عزم بيطلعه الموتور باقصى عزم يقدر يستحمله الفتيس بتاع العربيه دي، ومن هنا نقدر نحدد الاعتماديه العامه بتاعه المنظومه او الدرايف ترين بتاع كل عربيه فيهم. طيب، وفي الفيديو ده انا هبدا بالترتيب، يعني هبتدي باعلى عربيه من ناحيه السيفتي مارجن، وهنتهي باخطر عربيه من ناحيه السيفتي مارجن. طيب، واول عربيه معانا في الفيديو ده وهي التويوتا اوربان كروزر. العربيه دي موتورها 1500 سي سي تنفس طبيعي، بيطلع 138 نيوتن متر عزم. الفتيس بتاعها اوتوماتيك عادي 4 نقلات، بيستحمل لحد 220 نيوتن متر عزم. يعني هتلاقي السيفتي مارجن في العربيه دي نسبته 59%، وده اعلى سيفتي مارجن موجود عندنا النهارده في الفيديو. ولكن لو خدت بالك هتلاقي ان الموتور بتاع العربيه دي بيطلع 138 نيوتن متر عزم. لا مؤاخذه، ده موتور موتوسيكل مش موتور عربيه، فالموتور بتاع العربيه دي ضعيف جدا، وهتلاقي كمان الثبات بتاعها مش احسن حاجه، ولا الفيتشرز اللي بتقدمها لك احسن حاجه. فانا للاسف مش شايف ان العربيه قيمه مقابل سعر، ولكن هي في الاعتماديه يعتبر رقم واحد. طيب، خلينا نخش على العربيه اللي بعدها وهي الهافال الاتش 6. لو خدت بالك ان العربيه دي موتورها بيطلع 285 نيوتن متر عزم، والفتيس بتاعها بيستحمل على كلام هافال لحد 450 نيوتن متر عزم. ده رقم كبير جدا. العربيه دي بتيجي في المركز الثاني من ناحيه السيفتي مارجن. لو خدت بالك ان السيفتي مارجن بتاعنا نسبته هنا 58%، ففي جاب كبيره جدا ما بين قوه الفتيس وقوه الموتور، ودي حاجه تحترم الصراحه لو الرقم ده صح. وكمان العربيه بقت بتقدم قيمه مقابل سعر بعد ما حصل تخفيض على الفئه الاولى منها، فانصحكم ان انتوا تبصوا عليها. نيجي بقى لثالث عربيه معانا وهي الميتسوبيشي الاكسباندر. العربيه دي اكتر عربيه بتقدم قيمه مقابل سعر في الفئه دي، واكتر عربيه بتقدم اعتماديه في الفئه دي. العربيه دي بتيجي ب7 كراسي، الموتور بتاعها 1500 سي سي تنفس طبيعي، وبتيجي مع فتيس اوتوماتيك 4 نقلات شبيه قوي باللي موجود في العربيه التويوتا. ولكن التيون بتاع الموتور هنا مختلف. هتلاقي ان الموتور بيطلع 141 نيوتن متر عزم، والفتيس بيستحمل نفس العزم اللي بتستحمله التويوتا 220. فهنا برضو هتلاقي السيفتي مارجن 56%، فيعتبر العربيه دي امان جدا. ولكن لو جيت بصيت طبعا على اداء الموتور والثبات والكلام ده مش هتلاقيها احسن حاجه. ولكن العربيه دي اكتر عربيه سيف للعائلات، اكتر عربيه تسافر بيها ما بين المحافظات، وهتلاقي ليها صيانه. حتى انا لما لاحظت ان هي منتشره قوي في المحافظات بتاعه البحر الاحمر والكلام ده، لان الناس هناك يعني بيحبوا يشتغلوا قوي في العربيات الميتسوبيشي والكلام ده، فهي العربيه فعلا ليها اسم. فما ننساش ان يعني الاعتماديه بتاعه العربيه دي فعلا عاليه، واي حد يعرف يشتغل فيها، لان الموتور والفتيس بتوع العربيه دي قدام جدا. فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان هي فعلا مش هتقدم لك اداء حلو خالص، ولكن هتقدم لك اعلى اعتماديه في الفئه دي كلها. فخلينا بقى نخش على العربيه اللي بعدها. طيب، ورابع عربيه معانا في الفيديو ده وهي الاوبل كروسلاند. العربيه دي بتنزل بموتور 1200 سي سي، بيطلع 205 نيوتن متر، والفتيس بتاعها 6 نقلات اوتوماتيك عادي جدا، بيستحمل لحد 300 نيوتن متر عزم. فتبقى واخد بالك ان هنا برضو في سيفتي مارجن عالي جدا بنسبه 46%. ولكن تبقى واخد بالك ان الاوبل موكا بتقدم فتيس افضل منها، ولكن طبعا اغلى. وتبقى واخد بالك برضو ان في الفيديو اللي فات الستروين السي 4 اكس يعتبر هي اوبل موكا اللي هي اغلى من العربيه الكروسلاند، تمام، ولكن بسعر ارخص من الاثنين. فانصحك ترجع للفيديو اللي فات وتشوف النوتس اللي انا قلتها لك على الموتور ال 1200 سي سي وازاي تاخد بالك منه. طيب، خلينا بقى نخش على العربيه الرابعه معانا وهي الميتسوبيشي الاكليبس. طيب، هتلاقي ان الميتسوبيشي الاكليبس بتنزل بموتور 1500 سي سي تيربو وفتيس سي في تي، طبعا الكومبو اللي انا ما بحبوش وقلت لكم عليه كلام كتير في العربيات التانية. ولكن تاخد بالك هنا ان الفتيس بتاع العربيه دي ممتاز، تمام، بيستحمل عزم لحد 330 نيوتن متر، والموتور بيطلع 250 نيوتن متر. ففي هنا عندنا سيفتي مارجن يحترم. لو هتغير الزيت بتاع العربيه دي، الفتيس بتاع العربيه دي هيعيش وبدون اي مشاكل، تمام. انا كلامي بس على العربيات اللي بتنزل بموتور تيربو وفتيس سي في تي، السيفتي مارجن بتاعته قريبه جدا من العزم اللي بيطلعه الموتور. ولكن هنا في جاب حلوه كعاده اليابانيين، يعني لما بيعملوا اي عربيه مش بيبقوا عايزين يبيعوا خلاص، فتلاقي ان السيفتي مارجن بتاع العربيه دي 32%. تاني، الموتور بيطلع حوالي مقبول. موجود عندنا في المركز السادس ده جي اي سي ام كو وجي اي سي جي اس 4 ماكس. هتلاقي ان العربيات دي بتنزل بموتور كويس جدا، بيطلع 270 نيوتن متر عزم، مع فتيس بيستحمل 320 نيوتن متر عزم. فهنا عندنا سيفتي مارجن بنسبه 14%، او يعني 50 نيوتن متر. انا شايف ان يا دوبك السيفتي مارجن ده اوكي، تمام، مقبول.
ولكن مش احسن حاجه. يجي بعدها في المركز السابع الجيلي ستار ري او الجيلي سيتي ري. العربيه دي بتنزل بموتور قوي جدا بيطلع 290 نيوتن متر عزم، ولكن الفتيس بيستحمل لحد 330 نيوتن متر عزم. برضو السيفتي مارجن هنا اوكي تمام، يعني يا دوبك مقبول، هتلاقي فرق 40 نيوتن متر بنسبه 14%، فالسيفتي مارجن هنا يا دوبك برضو مقبول زي العربيه اللي قبلها الجي اي سي. انا قلت لكم ان السيفتي مارجن بتاعها 18%. المهم ان احنا ما ننزلش عن ال 10% لما نيجي للسيفتي مارجن. ويجي معانا في المركز الثامن الام جي الار اكس 5 بلس. تاخد بالك ان العربيه دي بتطلع 275 نيوتن متر عزم، والفتيس بتاعها بيستحمل لحد 300 نيوتن متر عزم. فعندنا هنا سيفتي مارجن 25 نيوتن متر او بنسبه 9%. فانا شايف ان انت تبقى واخد بالك من العربيه دي، تحافظ عليها، بلاش تقرص على العربيه في الحر خصوصا وهي محمله، وتهتم بغيارات الزيت بتاعه العربيه دي. ولكن تاخد بالك ان الام جي الار اكس 5 هي من اكتر العربيات المشهوره في السوق المصري ومحبوبه جدا، والعربيه دي برده متوفر ليها قطع غيار كتيره، فهي ليها ميزه كبيره. وكمان يعني انا شايف ان السيفتي مارجن خلاص هو يا دوبك، لكن ما يبقاش اقل من كده علشان العربيه تعيش معاك. يفضل ان انت تشتري العربيه دي. طبعا العربيه دي موجهه للعائلات، مش حد هيقعد يقرص بيها ويدوس بيها والكلام ده. فانا شايف ان الموضوع ممتاز، فما تفتكرش ان السيفتي مارجن لما يبقى قليل قوي كده ده معناه ان انت ما ينفعش تقرص بالعربيه كتير، تمام. لكن العربيه تبقى كويسه جدا واعتماديه معاك. علشان بس الناس اللي بتخاف من كلامي، سيفتي مارجن لما يقل معناها ان انت ما ينفعش تقرص على العربيه اقصى من اللازم او اكتر من اللازم، تسوقها السواقه المعتدله. ولكن العربيات اللي بيبقى فيها سيفتي مارجن عالي براحتك، تمام. فتبقى واخد بالك من النقطه دي. طيب ونيجي بقى لتاسع عربيه معانا في الفيديو ده، وهي اكتر عربيه اتسالت عليها من ساعه ما عملت القناه دي، وهي الام جي 1. العربيه دي بتنزل بموتور 1500 سي سي تيربو مع فتيس سي في تي. الموتور بيطلع كام؟ 285 نيوتن متر. الفتيس بيستحمل كام؟ 285 نيوتن متر برضه. فالسيفتي مارجن عندنا هنا بزيرو. فتبقى واخد بالك ان العربيه دي لازم تبقى واخد بالك منها جدا جدا وانت بتحافظ عليها. لان انا كمان يعني بشوف الام جي 1 دي على الطريق الناس بتقرص بيها وبتجري بيها والكلام ده. يا جماعه خدوا بالكم، حافظوا على العربيه علشان يا دوبك الفتيس يقدر يستحمل عزم الموتور ده بالعافيه. فلو هتتاخر في غيار زيت او هتهمل في اي حاجه في العربيه دي، انت العربيه دي مش هتسامحك. طيب وعاشر عربيه معانا وهي الشنجان اليونيتي. برضو نفس الكلام على الشنجان السي اس 55 بلس. العربيه دي موتورها بيطلع 300 نيوتن متر عزم، والفتيس بيستحمل 300 نيوتن متر عزم. فبرضو السيفتي مارجن بزيرو. فتبقى واخد بالك ان العربيات دي ما ينفعش بيها قرص. العربيات دي موجهه للعائلات، ان انت تسوق ورجلك خفيفه، وتبقى واخد بالك ان العربيات دي ما ينفعش تقرص عليها وتطلع العزم كله. يعني لا الام جي 1 ما ينفعش تطلع ال 285 نيوتن متر بتوعها كلهم، ولا الشنجان اليونيتي تطلع ال 300 نيوتن متر بتوعها كلهم. ممكن تطلعهم مره مرتين كده بتجرب العربيه، تمام، مش هيحصل حاجه. ولكن السواقه دي عماله على بطال مع اي اهمال في الصيانه، العربيات دي فعلا مش هتسامحك. فتبقى واخد بالك من الموضوع ده، وان العربيه المفروض سلعه تعيش معاك كتير. فعلشان تعيش معاك كتير قوي لازم تبقى مهتم بيها وهي عمرها صغير معاك، يعني من الزيرو. لان لو العربيه لو فضلت تقرص عليها في الزيرو كده، هتلاقي على 150 الف بدا يحصل معاك مشاكل. مش بقول لك ان المشاكل دي هتحصل والعربيه ماشيه معاك 10000، عشان الناس اللي بتزعل ان انا بتكلم على العربيه بقول بيحصل فيها مشاكل وهم لسه ماشيين 5000 و6000 ولا حتى 30 و40 الف بالعربيه. ده مش زمن كفايه يخليك تحكم على اي عربيه. فتبقى واخد بالك من النقاط دي. وبكده انا خلصت، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.